بزاف ديال الناس كيظنوا ان القصص ديال الديور المسكونه غير خرافات، ولكن انا شخصيا عشت واحد التجربه اللي ما عمري غادي ننساها. تجربه في الاول بدات عاديه. نهار قررت انني نكري واحد الدار قريبه من لافاك اللي كنت كنقرا فيها في المدينه ديال فاس، ولكن تحولت لكابوس خلاني نهرب منها ونعرف ان حياتي ما غاديش ترجع كيف ما كانت من قبل. القصه اللي غادي نعاود لكم اليوم هي قصه حقيقيه وقعت فعلا لواحد الشاب اللي سميتو سعيد في الحقبه ديال التسعينات. نهار كان طالب في المدينه ديال فاس. فقبل ما نكمل لكم هاد القصه هادي، كنتمنى منك انت اللي كتفرج تهبط تدعمنا بواحد لايك واشتراك، وتخلي لنا واحد التعليق زوين اللي غادي يطلع الفيديو، وحاول تشارك الفيديو مع الاصدقاء ديالك. ويلا نكمل لكم القصه ديال سعيد. في صيف عام 1993 كنت جاي لفاس باش نكمل قرايتي في الجامعه. كنت متحمس بزاف حيت غادي نفتح صفحه جديده، ولكن المشكل اللي واجهني من الاول هو السكن. درت بزاف، سولت عند صحابي، قلبت في الاعلانات، ولكن كل دار كتسول عليها الثمن كيكون غالي بزاف، وانا عندي غير مصاريف محدوده ديال طالب بسيط. حتى لواحد النهار وانا كنتمشى في واحد الزنقه ضيقه في المدينه القديمه، شدني واحد السيد كبير في العمر ويقول لي: واش كتسنى شي دار تكريها ولدي؟ عندي لك واحد العرض، واحد الدار رخيصه بزاف. بديت نسمع ليه وهو كيقول لي: كاينه دار قديمه وسط الحومه، ولكن الناس كيتجربوا منها، ما بقاش حتى واحد كيبغي يسكن فيها، الثمن ديالها نص اي دار اخرى. انا في راسي فرحت، هذه هي الفرصه. المهم مشيت معاه نشوفها. المهم مشينا في واحد الطريق اللي هي ضيقه، والحيط ديال دوك الديور القدام كيطيح منها الجير، والريحه ديال الرطوبه كانت كتخنق. وقف قدام واحد الباب ديال الخشب قديم، لونو كان متاكل بحال داز عليه قرون، وفيه شي خدوش بحال شي حد كان كيدق عليه بالضفار ديالو ماشي بيديه. السيد حل لي الباب بواحد الصعوبه كبيره ودخلنا. اول ما دخلت ضربتني واحد الريح اللي كانت غريبه، واحد الريح كانت مخلطه بالرطوبه وبحال الريحه ديال الدخان القديم، وشي حاجه بحال داك الفحم. دوك الحيوط كانوا مشققين، ولكن دوك البيوت كانوا كبار، وكاين ضو كيدخل من الشرجم اللي كانوا مغطيين بالغبره. وقفت كنشوف وكنحسب في راسي الثمن رخيص، بلاصه قريبه للجامعه، والدار بوحدها. شنو خاصني؟ بقى كيشوف فيه بواحد النظره بارده، وقال لي واحد الكلمه اللي ما عمرها خرجت من الدماغ ديالي: شوف، بزاف ديال الناس دخلوا وخرجوا في نهار ولا جوج، اللي كاين في هاد الدار ما كيخليش الناس يباتوا. الا بغيتي تجرب غير كون عارف المسؤوليه عليك. انا حاولت نضحك بواحد الطريقه باش نخفي داك الخوف اللي كان داخل ديالي. شديت السارود ديال الدار، بديت كنحس بحال الا دخلت في واحد المغامره اللي ما غاديش تكون عاديه. المهم دخلت وانا نرتب الفراش ديالي وسديت الباب. في الليل ما بقى ليا والو. الناس بداو كيوصلوني واحد الاصوات خفيفه بحال شي خطوات كطلع في الدروج ديال الدار. مشيت قربت شويه حدا الباب وقلبي كيضرب بالسربه. عمري حسيت بحال هادشي من قبل. كل خطوه كتسمع بحال الا الارض كتهز من تحتي، واحد الهوا بارد كيضرب في الوجه ديالي. حاولت نكالمي راسي، شعلت الضوء، خرجت نشوف الدار خاويه، ما كاين حتى شي حد، غير ضوء كيخرج من دوك الحيطان اللي كانوا مشققين. كيبانوا لي واحد الظلال اللي كانوا كيتحركوا. رجعت لبيتي وحاولت ننسى اللي وقع، ولكن لقيت الشمعة اللي خليت شاعلة مطفية، وفوق الطابلة مكتوب بالتراب كلمة واحدة بحروف كبيرة: ما تبقاش هنا. سديت عيني واحد اللحظة والدموع بداو كيخرجوا لي بلا ما نحس. واحد التبويشه دازت في الظهر ديالي بحال شي تيجار بارد، داز من راسي حتى لرجليا. حاولت نقنع راسي يمكن غير كيتهيأ لي، ولا الريح هو اللي حرك الغبار، ولكن قلبي ما كيسكتش على كل صوت صغير في الدار. حتى الصوت ديال الريح بدا كيتحول لصوت ديال الهمسات. ما عرفتش واش من هدني ولا من شي بلاصه اخرى. من داك النهار كل مره كنحاول نسد عيني كنتفكر ديك الكلمه بحال اللي كتخرج لي من وسط الظلام: ما تبقاش هنا. الليل ولا صعيب بزاف. كل مره كنت كنحاول الناس كانت الاصوات كتزاد، الخطوات في الدروج والهمسات بلا معنى،
حتى الصوت ديال واحد الطفلة صغيرة كانت كتبكي بحال شي روح كانت محبوسة في ديك الدار كتهوش بلا ما توقف. شي مرات كنت كنفيق في الليل على الباب محلول وانا متاكد انني سديته قبل ما الناس. كنوض نمشي نتاكد من كل البيوت وما لقيت حتى واحد، ولكن الجو كان ثقيل، واحد الهواء بارد كان كيضرب لي في الجسم ديالي بحال شي حاجه ماشي من هاد الدنيا كتباني. الصوره اللي علقتها في الحيط كنت كنعتبرها مجرد زينه، ولكن في الواقع لقيتها واحد المره طايحه على الارض. وداكشي اللي كنت كنحط في البيرو ديالي كنت كنلقاه كل مره في شي بلاصه. كل حركه بسيطه في الدار كانت كتخلي قلبي كيضرب بالزربه، وكنت كنحس بالحضور ديال شي حد قريب مني بلا ما نقدر نشوفه. الجيران بداو كيتسائلوا على الحاله ديالي. واحد النهار واحد المراه كبيره من الحومه جات عندي وقالت لي ولدي ما تبقاش في ديك الدار، راه واحد العائله كانت ساكنه تحرقات كامله وسطها، والناس كيقولوا بلي الارواح ديالهم بقات محتجزه في ديك الدار. الهضره ديالها خلاتني نحس بواحد الرعب اللي حقيقي، بحال الا كلشي اللي كان واقع ماشي صدفه، وكل حركه في الدار فيها رساله واضحه: انت ماشي بوحدك هنا وما غاديش تبقى مطول هنا. واحد المره وانا غادي للجامعه شفت من الشرجم ديال ديك البيت ديالي واحد البنت صغيره كنت كتطلع عليا، عينيها كحلين وجهها جامد بلا تعابير. كنحس بحال الا انها كانت كتفرج فيا وكتفرج في الحركات ديالي بلا ما تحرك عينيها. جمدت في بلاصتي، قلبي بدا كيضرب بالزربه، ما عمرني حسيت بهذا الشيء هذا. وحتى الدم بدا كيتجمد في الاورده ديالي. حاولت نهز راسي باش نشوف مزيان، ولكن كانت ثابته بحال شي تمثال. دخلت كنجري للبيت الاخر وانا نسد على راسي الباب. البيت كان فيه واحد السكات قاتل، ولكن الجو كان ثقيل والهواء بارد بزاف كيضرب في ظهري بحال شي تيار ما كيبانش. واحد الشويه لقيت مكتوب بنفس الخط اللي شفت في الطبله في الليله الاولى: ما تبقاش هنا. سديت عيني واحد اللحظه وحاولت انني نستنشق الهواء، ولكن الصمت اللي كان في ديك البيت كان ثقيل بزاف. حسيت بشي حضور كان معايا في البيت، بحال ان شي واحد كيراقبني من كل ناحيه بلا ما نحس بالمسافه. في ديك اللحظه عرفت ان الموضوع ماشي لعبه او خيال، شي حاجه حقيقيه كتغوت باش نخرج من ديك الدار. جمعت حوايجي بالزربه في الليل، وكل حركه ديالي كانت مدفوعه بالخوف، وخرجت بلا ما نهز حتى شي حاجه اخرى، وخليت السوارت عند مول الدار. حتى مني خرجت للشارع قلبي مازال كيضرب بالزربه، وكل ما كنت كنجلس بوحدي كنت كنحس بشي حضور كنت كيتبعني بلا ما نشوف. وهذا الاحساس بقى معايا ايام. من بعد كل مره كنت كنتفكر الكلمه ديال ديك البنت الصغيره والكتابه اللي كانت مكتوبه على الطبله: ما تبقاش هنا. من بعد ما خرجت من الدار وما رجعتش ليها، حاولت ننسى كلشي، نكمل قرايتي ونعيش حياتي الطبيعيه، ولكن داك الاحساس ما خلاش عقلي يرتاح. كل مره كنت كنحاول الناس كنت كنسمع الهمسات خفيفه بحال شي اصوات كتعيط لي بالسميه ديالي من بعيد. ومنين كنفتح عيني كيبان لي ضوء ضعيف بحال الشمعه اللي كنت شاعل في الدار كيتحرك في ديك البيت ديالي بلا سبب. دازت شهور وكنت كنحس بالحضور ديال ديك الدريه الصغيره. كل مره كنت كندخل لدار جديده بحال الا كنت كتبعني، والهضره ديالها كل مره كنت كنسمعها: ما تبقاش هنا، كتكرر في الذاكره ديالي بلا ما توقف. في واحد النهار وانا كنمشي في الزنقه اللي فيها الدار، شفت مول الدار كيضحك ليا من بعيد وقال لي بصج: منخافض، ما كنتيش اول واحد وما غاديش تكون اخر واحد. وقف قلبي بدا كيضرب بالزربه، وحسيت بلي ديك الدار باقي ساكن فيها العقل ديالي بحال الروح ما ماتش. وكنعرف ان واخا ننسى هاد القصه هادي غادي تبقى معايا ديما، وتفكرني ديما بان شي بيبان كنفتحوها وما يمكنش نسدوها بسهوله. الا وصلتي لهنا كنتمنى انها تكون عجباتك القصه، ونتلاقاو في القصه الجايه ان شاء الله. تهلاو.